ناصر بوريطه راهو يطير من الماريكان لفرنسا، من فرنسا لصربيا لكرواتيا كذا، وحنا عندنا عطاف استقبل وزير خارجيه تونس، سافر الى تونس، ها هو رجع لتونس، ها هو راح لتونس، ها هو راح لموريتانيا، ها هو راح للصومال، قاعدين ندوروا غير في الزريبه هنا. تشير تقارير أجهزة الاستخبارات الفرنسية إلى أن بعض الجنرالات في الجزائر يهيئون لعملية قد تستهدف الرئيس الجزائري، سواء عبر اختطافه أو إقالته أو دفعه إلى مغادرة البلاد، وذلك بهدف إفراغ كرسي السلطة ومركز صنع القرار في الجارة الشرقية. ويعزى السبب الرئيسي لهذه التحركات إلى خسارة ملف الصحراء والهزيمة الاستراتيجية أمام المغرب، خاصة بعدما تم تداوله إعلاميا حول تصريحات نسبت إلى موسعد بولس، والتي تفيد بأن الرئيس قبل بمبادرة الحكم الذاتي والسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية دون إعلان ذلك رسميا. وفي الوقت نفسه يحاول النظام الجزائري إيجاد تبريرات أمام شعبه حول الأموال الطائلة التي صرفت على دعم جبهة البوليساريو. وتشير المعطيات المتداولة إلى أن هذه التطورات لم ترق لبعض الأجنحة داخل النظام، خصوصا جناح الاستخبارات العسكرية الذي اعتبرها إهانة، فبدأ التفكير في تعطيل مسار المفاوضات عبر سيناريوهات مختلفة. وتتمثل الخطة الأولى في القيام باستفزازات ميدانية وتشويش قرب المناطق الحدودية عبر توغلات محدودة داخل الأراضي المغربية، على أمل وقوع رد عسكري يمكن استغلاله للانسحاب من المفاوضات وإعلان التصعيد. ناصر بوريطة قام بتعرية عبد المجيد تبون في عز شهر رمضان. غير أن المغرب يعتمد بحسب هذه الروايات على استراتيجية التهدئة والاحتجاج لدى مجلس الأمن، مدعومة بأدلة وصور أقمار صناعية تثبت أي اختراق محتمل، وذلك تحت توجيهات الملك محمد السادس، على غرار ما حدث خلال أزمة معبر الكركرات سنة 2020. أما الخطة الثانية فتقوم وفق هذه المزاعم على محاولة تعقيد المفاوضات عبر دفع موريتانيا إلى المطالبة بمنطقة الكويرة وعدم ترك الملف بيد المغرب وحده، خصوصا في ظل الأخبار المتداولة عن مشاريع استثمارية محتملة في المنطقة، وهو ما قد يؤدي إلى توتر إقليمي وتشويش على مسار التسوية. وتشير بعض الروايات كذلك إلى إجراء الجيش الموريتاني مناورات عسكرية قرب الكويرة في رسالة مفادها عدم التنازل عن هذه المنطقة الاستراتيجية، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي. يتعلق الأمر بحسب ما يتم تداوله بمشاريع محتملة تشمل ميناء وفنادق ومراكز تجارية وسياحية، وهو ما قد يثير قلق موريتانيا ويضع المغرب أمام تحديات إضافية. وفي هذا السياق يقال إن الجيش الموريتاني أجرى مناورات عسكرية قرب منطقة الكويرة في رسالة مفادها عدم التنازل عن هذه المدينة الاستراتيجية، مع احتمال دخول المفاوضات بشروط واضحة، خاصة ما يتعلق بوضعية الكويرة ومحيطها. وفي المقابل يطرح تصور يقوم على التفاهم حول الاستغلال المستقبلي لميناء الكويرة، بما يسمح لموريتانيا بالاستفادة من طرق وممرات تجارية ضمن رؤية إقليمية أوسع ترتبط بالمبادرات الاقتصادية التي يقودها الملك محمد السادس، وخاصة تلك الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول الساحل وربطها بالموانئ المغربية. ويرى أصحاب هذا الطرح أن التعاون الاقتصادي يمكن أن يساهم في تهدئة التوتر وتجاوز الخلافات، خصوصا وأن المغرب يعلن باستمرار حرصه على علاقات متوازنة مع موريتانيا وعدم الإضرار بمصالحها الاقتصادية، خاصة في مدينة نواذيبو. وتشير بعض الروايات أيضا إلى وجود مخاوف من سيناريوهات داخلية في الجزائر قد تؤدي إلى فراغ في السلطة، وهو ما قد يعيد المنطقة إلى أجواء عدم الاستقرار التي عرفتها في تسعينيات القرن الماضي. ويعتبر أصحاب هذه التحليلات أن استمرار النزاع يخدم أطرافا تراهن على إطالة أمد الأزمة، في حين يرى آخرون أن الحل يكمن في تسوية نهائية تضمن الاستقرار الإقليمي، كما تطرح فرضية دور دولي محتمل في الدفع نحو حل سياسي للنزاع، خاصة من قبل الولايات المتحدة والقوى الكبرى، عبر تشجيع الحوار والتوصل إلى اتفاق يضمن علاقات طبيعية بين المغرب والجزائر. ويذهب بعض المحللين إلى أن أي تسوية مستقبلية قد تشمل اعترافا متبادلا وترتيبات سياسية واقتصادية جديدة، بما يسمح بفتح صفحة تعاون بين الشعبين وتحقيق الاستقرار في المنطقة. في سلاسل القيمة العالمية. وسيقام هذا الموقع الصناعي الجديد داخل المنصة الصناعية المندمجة لمهن الطيران والفضاء ميت بارك بالنواصر، ليصبح أحد أكبر المراكز العالمية لتصنيع أنظمة هبوط الطائرات التابعة لفرع سافران لاندينج سيستمز.